السلام عليكم، يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار، يا صباح الفل. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال يا رب. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جميل وممتع. أنا بالنسبة لي الفيديوهات دي من أمتع الفيديوهات بالنسبة لي. اليوم اللي بقضيه مع أختي في المنصورة ده بيبقى أحلى يوم وأحلى روتين وأحلى متعة بعيشها لما أكون عند أختي. وانتوا طبعا عارفين إن أنا بموت في المنصورة ومش عايزة أعيش إلا في المنصورة، مش عايزة أجي نبرو خالص بصراحة. المهم زي ما انتوا شايفين كده أنا ومحمد نزلنا على القنطرة، على أمطار الطلخة عشان كنا بنتسوق نجيب شوية حاجات كده من السوق لأختي. فخلصنا وركبنا توك توك ورايحين بقى الشقة عند أختي. دلوقتي بوريكم ايه مقتطفات كده من ايه، من شوارع المنصورة يا جماعة. المنصورة جميلة جميلة جميلة، بس دي طلخة يعني مش المنصورة. احنا دلوقتي شوف محمد زي ما انتوا شايفين كده اهو ماشيين في الطريق. شايفين الجمال يا جماعة بتاع المنصورة. هنا بقى وصلنا عند بيت أختي، الشارع بتاعه اهو والبيت اهو. اختي فوق 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 اختي في الخامس، وحاجات السوق تحت اهو. وربنا يعيننا بقى على السلم يا جماعة. طلعت لكم بقى هنا على السطح في السابع، اختي في الخامس والسطح في السابع، عشان اوريكم بقى المنصورة من فوق كده والنهار طالع كده بالنور، والنور كده بتاع ربنا موجود. ده الكوبري بتاع القطر انا بقى عملت لكم عليه ده. الشمس كانت في عينيا اصلا، انا ما اعرفش انا صورت ازاي برضه. النهارده كان الجو جميل قوي والشمس كانت ضاربه في عينيا، وانا مش عارفه انا بصور ازاي. حتى ابني شايفين مش عارف يفتح عينه اصلا، وانا بصور كده وبلف التليفون وبلف الدنيا، وانا والله ما انا شايفه انا بعمل ايه. كان نفسي اجيب لكم، اقرب لكم يعني اقرب الصوره اكتر على المنصوره اكتر وعلى البحر بقى ومناظر حلوه يعني. بس يلا متعوضه على فكره، مش اول واخر فيديو. وهنا بقى السطح، وهنا الكرسي اللي انا كنت قاعده بسجل عليه الفيديو اللي كان هناك برضو المره اللي فاتت. وهنا بقى نزلنا من على السطح صور لكم الدنيا، وقعدنا بقى نعمل ايه. كنت جايبه بسله، قعدت بقى نفصصها. كنت جايبه قلقاس وكنت وبتاع دي وفاصوليا خضراء. كل ده قعدنا بقى عملناه وجهزناه ايه عشان نعمله في تفريزات ايه، في التفريزات بتاعتنا اهو. البسله خلصت والجزر خلص. دي على فكرة كام، 2 و2 و2 ونص، 6 ونص بسلة على فكرة. والجزر 3 كيلو او 4. ومعانا البتاع ده اسمه ايه القلقاس، ومعانا البتاع دي الفاصوليا الخضراء. خلصنا بقى زي ما انتوا شايفين كده. ورحنا عملنا ايه، جبنا بقى الغدا الجميل القمر اللي قدامكم ده، الفسيخ. بصوا انا من عشاق الفسيخ، بحبه جدا جدا جدا. بس على قد حبي ليه بطني بتقوم وجعانه ما باكله. يعني انا والله العظيم انا بسجل لكم الفيديو بطني وجعاني بسببه. يعني بحبه قوي بس بيوجع بطني معرفش ليه. اليوم اللي باكله ده ببقى يعني ايه بقى، يعني عارفين ببقى حامله هم وجع بطني. مش عارفه بيوجع البطن ليه، بس بموت فيه برضه يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده انا ايه، مرات اخويا قلت لها بصي انا هصورك كنت بتنضفي 2 3 كده، عشان ايه اللي يحب ياكل معانا. ده فسيخ نبراوي، عارفين يعني ايه فسيخ نبراوي؟ نبروه مشهورة بالفسيخ. وعندنا هنا احلى احلى احلى، يعني كل المحلات بصراحة بتعمله حلو، مفيش حد معين لان دي بلد رزقها كله على الفسيخ، رزقها كله تجارة. فهتلاقي كل الناس بتعمله حلو، بس احنا بنتعامل مع حد معين يعني. وبعد ما خلصنا اكل بقى، كنا واستمتعنا بالفسيخ. وانا خلصنا اكل قلت بقى ايه اما اقوم اعمل كيك، لان ما طبختش بقى النهارده يعني تفريزات والفسيخ زي ما انتم شايفين جاهز، فقلنا ما نعمل كيكه كده. فانا قمت ايه عامله ايه، جبت بقى برتقانه قشرتها وخدنا قشره البرتقان، وجبت زي ما انتم شايفين كده كوبايه الا ربع زيت وحطيتها، وجبت كوبايه ميه وكوبايه وربع سكر، وكله ضرب ضرب في الخلاط زي ما انتم شايفين. وايه، ودي ميه بنفس الكوباية على فكرة. لما تيجوا تعملوا الكيك كله بنفس المعيار وكله بنفس الكوباية، كوباية واحدة، ما تزودوش عن ايه، عنها. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على شفاعي الأمة كده. فانتوا زي ما انتوا شايفين ايوه، او حطيت كوباية وربع سكر. السكر اصلا كان خلص وكان اخر حاجة، انا ما كنتش هعمل،
بس الايد ضمن كده عبال ما نشتري يعني. قعدنا بقى نضربه بقى ضرب حلو كده الخليط ده علشان البرتقانة القشر يختفي زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى يا جماعة هنجيب ايه، بعد كده هنجيب طبق حلو كده نحط فيه الخليط ونحط الدقيق. احنا بنحط كوبايتين دقيق على فكرة، بس انا عشان بعمله على طول فانا خلاص بقى عرفت معياره، يعني عرفت المقدار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انا بص احط نص الكيس، اللي مش عايز يحط كوبايتين يحط نص او اقل من نص الكيس بشويه. وبصوا بعمله بمعلقه عادي، مش بجيب المضرب، ومش بعمل يعني مش لازم مضرب على فكره، انا بعملها بالمعلقه عادي، بقلبه بالمعلقه عادي زي ما انتم شايفين كده، بس قلبوه حلو قوي كده. هنا كان يعني في كلاكيع كده، فانا وقفت الكاميرا لحد ما ايه ما اقعد اضرب فيه شويه. شايفين بقى ناعم ازاي، وجروا بقى يعني اقعدوا اضربوا كده زي كانكم بتضربوا بيض عشان ادخل هوا. شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي. بعد كده بقى احط البيكنج باودر وندهن الصينيه زيت وندخلها فين، ندخلها الفرن بقى على درجه حراره متوسطه. من تحت خلي النار متوسطه، ومن فوق وطي النار على الاخر. الشوايه شغاله ووطيها على الاخر، ومن تحت كده خلي ايه النار متوسطه، وسيبيها بقى هتاخدي بصي هتاخدي تستوي احلى سواها، يبقى طعمها جميل جدا على فكره. انا عملتها هنا بقى، دهنت الصينيه زيت وحطيت بقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين اهو خلصت اهي. ولعنا بقى الفرن زي ما انا قلت لكم ودخلتها الفرن. ودي هنا بقى هطلعها، شوف انا طلعتها ووريتها لكم اهي، بس ايه حسيت ان انا عايزه ايه احمرها شويه كمان، بحبها يعني حمرا عن كده. دخلتها الفرن تاني وطلعتها بقى، كانت شوف عامله ازاي بقى. بحبها انا بقى كده، بحب الحاجه تستوي باللون الحلو ده. كانت سخنه قوي، بس العيال كانوا مستعجلين عن انهم ياكلوها بقى بحبه شاي كده، فقمت جايه مقطعاها وقمنا عاملين كوبايتين شاي وقمنا شاربينه، وكانت طعمها جميل جدا والله العظيم. واليومنا كده خلص، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، واتمنى ان انتوا اي حد يشوفني يشترك في القناه، واتمنى كومنت حلو وتعليق حلو، وتصبحوا على مليون خير، واشوفكم على خير باذن الله. يلا باي باي.